قبل اي حاجه لازم نشكر ابننا عماد النحاس، الابن البار، الابن اللي طمر فيه التربيه وطمر فيه العيش والملح على الايه؟ على الخدمه اللي قدمها لنا النهارده. الدنيا لذيذه والحياه حلوه. اصل الاهلي لو ما كسبش بالتحكيم هيكسب بايه؟ بالتفويض والمجاملات. انما نبقى احنا بنلعب كوره؟ لا. يبقى الاهلي بيقدم اداء كويس؟ اكيد لا. بالمقابل الاسيوطي بيأجل احتفال النادي الاهلي ببطوله الدوري، مش مشكله، مش فارق معانا. يوم الخميس ان شاء الله مش بعيد وتبقى احتفاليه للنادي الاهلي. النهارده مباراه برباعيه نظيفه. انا احترت معاك يا وسام، انا احترت معاك والله العظيم. انا مش فاهم ايه اللي انت بتعمله ده. انت كده مهاجم جامد يعني؟ انا لا، انا زي ما قلت لك، انا محتاج الدبل كيك اللي هو من نص الملعب بتاع ابراهيموفيتش، ومحتاج الكعب بتاع سواريز. انما كل اللي انت بتعمله ده ما ياكلش. ايه هاتريك يعني؟ ايه هاتريك؟ ما اخر هاتريك كان مش عارف عماد متعب جايبه 2000، مش فاكر كان جايبه امتى. ما هو ده اخر هاتريك جابه مهاجم في الاهلي. يا راجل ده احنا كان شريف بينزل ماتش الزمالك يجيب جونين كان بيمضي 4 سنين كمان يا راجل. كهربا كان بينزل نجيب جون نقعد نطبل له السيزون كله. انت متخيل؟ والله العظيم انا مش عارف ايه وسام ده. مباراة النهارده كلها ايجابيات للنادي الاهلي. مباراة ظهرت كذا لاعب النهارده رجع لمستواه، او يعني مش عايز اقول رجع لمستواه عشان ما بالغش، بس ظهر بشكل كويس. لعيب زي مروان عطية بقاله فترة كبيرة قوي مختفي من نجوم المباراة. مروان عطية. نيجي لشوبير، انت ايه رايك في شوبير؟ شوبير ده يقعد دكه يا جماعه بجد والله العظيم. شناوي على عيني وعلى راسي وحارس مصر الاول واسطوره والكلام ده كل ده جميل، كل ده حلو. شوبير ده يقعد دكه؟ يا راجل ده شوبير اليسون بيكر. انت متخيل؟ الواد بيرمي سيروهات وبيلعب برجله، اللهم صل على النبي، وعنده ثبات وعنده ثقه، والتايمنج بتاعه في خروجه على الكوره وكل حاجه. بصراحه حارس متكامل. هي حته ضربات الجزاء يشتغل عليها وهيبقى حارس هايل. هيبقى افضل حارس مش عايز اقول لك في تاريخ القاره، مش عايز ابالغ. لاعب زي عمر كمال يا جماعه، لاعب زي عمر كمال ده بينزل ربع ساعه بتاريخ محمد هاني مع الاهلي. والله العظيم لاعب بينزل يعني 5 دقايق يقوم عامل اسيست، 3 ثواني يقوم جاب جول. فاهمني؟ لاعب بينزل يقلب لك الدنيا. لاعب انا يعني انا مش فاهم بصراحه مركون على الدكه ليه، مش قادر افهم. مباراه رتمها سريع من النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي باغت بدري بدري كده، خلص الدنيا بدري بدري. معاك مهاجم، معاك مين؟ معاك مهاجم محترم. في الدقيقه 14 هدف لاسامه ابو علي. ايه رايك؟ الكره دي لو مع الشريف كان ايه اللي حصل؟ طب لو كهربا، لو اي، انا قاعد بتخيل المهاجمين اللي احنا قعدنا سنين مستحملينهم لمجرد ان واحد بينزل يسجل في الزمالك والتاني بيحنكش ويعمل حركتين وبتاع. احنا ما كناش عايشين والله العظيم يا جماعه، ما كناش عايشين. الكور دي، لا كوره واحده بس من الكورتين اللي جم لوسام في الشوط الاول، سواء في الدقيقه 14 او الدقيقه 35، لو مع شريف او مع كهربا او مع عبد القادر او اي حد كانت هتدخل. بذمتك كانت هتدخل؟ اطلاقا. انما انت معاك، انا احترت معاك. ان كان ده حب يا ويلي منه يا ابني، والله العظيم يا ويلي منك والله العظيم يا وسام. مش ممكن، انت مش ممكن بصراحه. انت نجم الفتره وللاسف انت مداري عيوب لعيبه كتير في الفتره دي. عشان يكون شوط اول من النادي الاهلي رتم سريع، في لا مركزيه، في ادوار واضحه قوي من لعيبه نص الملعب. اطراف الملعب كانوا واخدين راحتهم شويه. مش هنضحك على بعض المقاولين، فريق تعبان يا جماعه. هو تمامك درجه ثانيه، هو والله العظيم تمامكم درجه تانية. المقاولين مش انا مش عايز برضو اقول الاهلي عمل اداء واو قدام فريق، مع احترامي الكامل للمقاولين. المقاولين واقع، المقاولين بيهبط، هو هبط خلاص رسمي بعد خساره النادي الاهلي النهارده برباعيه. المقاولين في الدرجه الثانيه رسميا. فمش عايز برضو ابالغ في الحته دي، بس لا يعني كويس. انت في فرق برضو قليله جدا كنت تشوف الاهلي باداء مزري. عشان الدقيقه 35 والهداف الجوليادور السفاح، افضل مهاجم في القاره، افضل مهاجم في النادي الاهلي وافضل اي حاجه في الدقيقه 35 هدف ثاني للنادي الاهلي. والمقاولين للامانه مساعدك تعمل كل حاجه في المباراه. زي ما قلت لك المقاولين مسالم تماما بعد الهدف الثاني للنادي الاهلي، وقفل الشوط الاول على كده. دخل النادي الاهلي الشوط الثاني، المقاولين ماسك كوره، المقاولين مسيطر مستحوذ، عايز يباغت النادي الاهلي، عايز يعمل اي منكش كده قبل ما يهبط للدرجه الثانيه ولا اي حاجه، على امل انه كان يتعادل. تعشم ابليس في الجنه. عماد النحاس ابننا مرتب لنا كل حاجه عشان النادي الاهلي يبدا يفوق من الغيبوبه. المقاولين اللي بيهبط ماسك عليه الكوره. انت متخيل حته ان كولر يبقى كسبان 1 أو 2 ويسيب الكوره للخصم، والكوره هي اللي يعني مش فاهم ليه يعني. يا عم انت راجل، انت افضل فريق في القاره بتلعب كوره، انت اقوى فريق في يعني بلاش في القاره، يعني خلينا في الدوري. انت افضل فريق في الدوري بتلعب كوره، انت اقوى سكواد في الدوري. ليه ما العبش كوره على فرق تعبانه زي دي؟ ليه ابقى كسبان 2 وارجع اسيب لهم هم الكوره ويعيشوا مع نفسهم؟ ليه ايه الفكره يعني؟ انت كده مدرب جامد يعني؟ امسك كورتك والعب لعبك واستحوذ على نص ملعبك استحواذ سلبي. اسحب لعيبه المقاولين خسرانين، فهيطلع لك غصب عنه عايز يغطي، عايز يعمل اي حاجه. العب لعبي عادي ما فيهاش اي حاجه.
عشان تيجي الدقيقه 65. بحبك يا وسام، والله العظيم بحبك. انت السالك، وسام السالك، عيل سالك. امام عايز يحنكش ويشوط ويعمل، تيجي لوسام يشوطها تخبط في المدافع. هاتريك وسام ابو علي، هداف الدوري ب 18 هدف لنجم النادي الاهلي. عشان نبتدي بقى، هي كمباراه ما فيهاش حاجه والله العظيم. انت بدات تلعب رتم سريع، بدا يبقى فيه لا مركزيه، بدا يبقى فيه تنوع في اللعب، بدات تقتنع ان انت عندك طرفين ملعب لازم يبقى لهم دور هجومي، لازم يبقى ليهم دور هجومي. ثالث مره لازم يبقى ليهم دور هجومي. هو محمد هاني مش عارف هيبقى ليه دور هجومي ازاي، بس لازم، يعني هو لازم طرف ملعب، فلازم يبقى ليه دور هجومي. كريم فؤاد طرف ملعب، ما تقوليش اصل بيلعب مكان معلول. انت ما دام لعبت في المكان ده لازم يبقى عندك حلول. فاقتنع الحمد لله ان احنا عندنا طرفين ملعب. والمقاولين للامانه هفضل اقولها ساعدك على ده، المقاولين ساعدك على ده. عشان في الدقيقه 77 هدف لمين بقى؟ البيرسي تاو. بس نيجي للتبديلات الاول، انا عايز ابص على التبديلات. نزل عبد القادر ونزل تاو وخالد وعمر. هيبدا امتى الراجل الطاهر ده؟ عمر كمال الطاهر ده هيبدا امتى؟ مش قادر استوعبها. يخرج وسام ورضا والشحات ومحمد هاني، 4 تبديلات دفعه واحده في الدقيقه 72. عمر كمال زي ما قلت لك بينزل 3 دقايق هجيب جول، دقيقه ونص هعمل اسيست، دقيقه هعمل منكش، لازم انزل اعمل اي حاجه. عمر كمال نجم الفتره دي، او مش عايز اقول افضل بديل والكلام الفاضي ده، لان الراجل لما كان بيبدا اساسي كان بيأدي وكان بيظهر بشكل، على الاقل لو الاهلي وحش كان هو من ابرز لعيبه النادي الاهلي، كان بيبقى عمر كمال. محمد هاني قاعد لحد دلوقتي ليه في الاهلي مش قادر استوعبها. فارضى بالامر وارضى بالوضع الحالي. بيتاجل الحسم للنادي الاهلي يوم الخميس، مش بعيد ان شاء الله، علشان يتوج النادي الاهلي بطلا للدوري رسميا، الدوري ال 44، طبعا بالتحكيم، طبعا بالمجاملات، طبعا بالتفويض، بالمحسوبيه، واي حاجه غير كده ما نبقاش النادي الاهلي. في النهايه فوز كبير للنادي الاهلي، فوز مهم للنادي الاهلي، 3 نقط مهمين. فاضل على الحلو دكه يوم الخميس بامر الله تحسم كل حاجه، وبعد كده يحلها الف حلال. وبالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.